مرحبا بكم في عائلة المباريات المتلفزة في الجزائر. إذا كنت عضو جديد من فضلك اشترك في القناة لتنضم إلى عائلتنا في البطولة الجزائرية، كل ما يخص بكرة القدم الجزائرية. إذا نبدأ في برنامج المباريات، والمباريات المتلفزة نذكرها في آخر الفيديو فتابعه للأخير. ونبدأ البرنامج بأول مباراة التي تجمع بين مولودية وهران الذي يستقبل فيها شباب قسنطينة يوم الجمعة 11 جانفي على الساعة 4:45 بملعب أحمد زبانة بمدينة وهران. وهذه المباراة متلفزة فقط، شاهدوه للأخير. إذن المباراة الثانية تجمع بين اتحاد العاصمة وشبيبة الثورة، أيضا تلعب هذا الخميس 11 من هذا الشهر على الساعة 7. تلعب المباراة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة، وأيضا هذه المباراة متلفزة فقط. تابعوا الفيديو للأخير لتتعرفوا على القناة الناقلة لهذه المباراة. وننتقل للمباراة الثالثة التي تجمع بين نادي بارادو ونجم مقرة هذا الجمعة 12 من هذا الشهر. تبدأ المباراة على الساعة 3 وتلعب على أرضية ميدان الدار البيضاء بالعاصمة. وننتقل إلى المباراة الرابعة التي تجمع بين اتحاد خنشلة الذي يستقبل اتحاد ودسوف هذا السبت 13 من الشهر على الساعة 3 بملعب حمام عمار بمدينة خنشلة. وأيضا هذه المباراة متلفزة فقط، شاهدوا الفيديو للأخير. سأذكر القنوات الناقلة لهذه المباريات. إذن وننتقل إلى المباراة الخامسة التي تجمع بين اتحاد بسكرة الذي يستقبل مولودية البيض هذا السبت 13 من الشهر على الساعة 4 بملعب 18 فيفري بمدينة بسكرة. ونصل إلى المباراة رقم 6 من الجولة 13 بين شبيبة القبائل وفريق جمعية أولمبي أشلف. تلعب هذا السبت 13 من جانفي على الساعة 4:45. تلعب هذه المباراة على أرضية ميدان الفاتح نوفمبر بولاية تيزي وزو. وأيضا هذه المباراة منقولة فقط، تابعوا الفيديو للأخير وستشاهدون القناة الناقلة. وننتقل للمباراة رقم 7 بين وفاق سطيف ونجم بن عكنون هذا السبت 13 من الشهر، وتلعب على الساعة 6 بملعب 8:45 بولاية سطيف. ونكمل مباريات الجولة 13 بالمباراة الأخيرة، المباراة رقم 8 التي تجمع بين شباب الوزداد الذي يستقبل مولودية الجزائر على أرضية ميدانه بملعب 5 جويلية هذا الأحد 14 من الشهر بداية من الساعة 7. وننتقل الآن إلى الموضوع الأهم، المباريات المتلفزة عن هذه الجولة 13. لكن قبل ذلك من فضلك اشترك في القناة لدعمنا على المواصلة في العمل. إذن ونبدأ بأول مباراة متلفزة، هي مباراة شباب قسنطينة ضد مولودية وهران. ستكون هذه المباراة منقولة على القناة الشبابية القناة 6. وثاني مباراة منقولة هي مباراة شبيبة الثورة ضد اتحاد العاصمة، ستكون أيضا منقولة على القناة الشبابية القناة 6 الجزائرية. وثالث مباراة منقولة هي مباراة نادي بارادو ضد نجم مقرة، أيضا منقولة رسميا على القناة الشبابية القناة 6. وننتقل إلى المباراة الرابعة المتلفزة، هي مباراة اتحاد بسكرة ضد مولودية البيض. ستكون هذه المباراة منقولة على القناة 2 قناة الجيري الجزائرية. وأما المباراة الخامسة المنقولة هي مباراة شبيبة القبائل ضد أولمبي أشلف. ستكون هذه المباراة رسميا منقولة على القناة الشبابية القناة 6 الجزائرية. وسادس مباراة وآخرها هي مباراة شباب بالوزداد ومولودية الجزائر. ستكون هذه المباراة منقولة على القناة الشبابية. إذن 6 مباريات منقولة على التلفزيون الجزائري فقط، مباراتان غير متلفزتان عن هذه الجولة 13.
وفي آخر الفيديو نذكركم بترتيب البطولة الجزائرية قبل لعب مباريات الجولة 13. إذن في المرتبة الأولى مولودية الجزائر ب29 نقطة، المرتبة الثانية وفاق سطيف ب20 نقاط، المرتبة الثالثة نادي بارادو ب19 نقطة، المرتبة الرابعة شباب الوزداد ب19 نقطة، المرتبة الخامسة اتحاد خنشلة ب19 نقطة أيضا، في المرتبة السادسة شبيبة الثورة ب19 نقاط، أما في المرتبة السابعة شباب قسنطينة ب17 نقطة، في المرتبة الثامنة اتحاد بسكرة ب16 نقطة، في المرتبة التاسعة مولودية البيض ب15 نقاط، في المرتبة العاشرة جمعية أولمبي شليف ب15 نقطة، في المرتبة 11 شبيبة القبائل ب15 نقطة، في المرتبة 12 نجم مقرة ب15 نقطة، في المرتبة 13 اتحاد الجزائر ب11 نقطة، أما في المرتبة 14 نجم بن عكنون ب7 نقاط، وفي المرتبة 15 مولودية وهران ب6 نقاط، أما في المرتبة الأخيرة والمرتبة 16 اتحاد واد السوف ب4 نقاط فقط.